بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل. حبايب الطلاب، معانا مراجعة، يعني مراجعة نحوية بسيطة على أهم أسس النحو، الحاجات اللي هي هتساعدني إني أنا أفتكر اللي كنا بناخده السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها، حاجات أساسية لازم تكون عارفها كطالب علشان خاطر تقدر تسهل عليك موضوع النحو. النحو كله بالفهم بالفكر، لازم أفهم الجملة اللي قدامي بتقول إيه، ولازم أعرف الجملة اللي قدامي مقصدها إيه. تمام؟ تعالوا نتوكل على الله ونبدأ كده تمهيد بسيط عن القواعد النحوية المهمة جدا، وما ينفعش طالب إنه يبقى مش عارفها. بسم الله. ببدأ معاك إن شاء الله من البداية كده، بسم الله، وبنبدأ المراجعة بتاعتنا. أنا طبعا بادئ معاك بحاجة اسمها المثنى. طبعا طب يا مستر، طب والمفرد؟ طبعا المفرد ما أنت عارفه. المفرد هو الكلمة اللي أنا لما بقرأها أو بسمعها بفهم منها حاجة واحدة. زي لما أجي أقول لك مثلا كلمة طالب، دول كام طالب؟ طالب واحد. معلم واحد، صح؟ فالمفرد انا مش هقف عنده كتير، انت راجل كبير وفاهم وايه، مش محتاج ان انا اقف عند الحته دي اصلا. فالمفرد هو ما دل على عدد واحد او بيدل على حاجه واحده. تمام؟ نبدا بالمثنى. ركز معايا. المثنى هو كلمه لما بقراها او بسمعها بفهم منها العدد 2، او بفهم منها ان الشيء اللي قدامي ده في منه حاجتين. فبيبدا معاه القاعده وبيقول ان المثنى هو اسم. المثنى هو اسم يدل على اثنين او اثنتين، بس خد بالك بزياد الف ونون او ياء ونون على المفرد. يعني يبقى عندي كلمه بتدل على مفرد زي كلمه طالب اللي كنا كاتبينها هنا، او معلم، اجي اضيف لها الالف والنون اصبحت مثنى، اجي اضيف لها الياء والنون برضه مثنى. طب ما تيجي نبص على المثال ده. كلمه طالب اهي، اجي احط لها الالف والنون بقت طالبان، او الياء والنون طالبين. طالبة تبقى طالبتان أو طالبتين. معلم معلمان أو معلمين. تمام؟ خلي بالك، مش معنى كده، نقلل بس الزوم سنة كده، أيوه، مش معنى كده إن أي كلمة تنتهي بألف ونون أقول عليها مثنى. لا، أنا راجل عاقل، أنا راجل بفهم. مش أي كلمة بتنتهي بألف ونون أقول عليها مثنى، لا، في كلمات آخرها ألف ونون ما بتدلش على مثنى. علشان كده وانا بشرح لك القاعده قلت لك ان المثنى هو اسم بيدل على اثنين او اثنتين، فلازم الكلمه اللي قدامي الاول تدل على اثنين او اثنتين عشان اقدر اقول هي مثنى ولا لا. عندي كلمات تنتهي بالف ونون لكنها ليست مثنى، كلمات زي ميدان، ميزان، نيران، نورهان، عثمان، رمضان، مش عارف ايه، كل الكلمات دي مش مثنى. هو انا لما اجي قلت لك نورهان، بنت اسمها نورهان، تيجي تقول لي دي مثنى؟ نورهان مفرد، صح؟ يبقى اذا لا، مش مثنى. طيب عندي ولد اسمه عثمان، رمضان، كلمه ميزان وميدان، مفرد، صح؟ يبقى اذا مش اي كلمه اخرها الف ونون تبقى مثنى. اتاكد منين ان الكلمه اللي قدامي دي فيها مثنى او الكلمه اللي قدامي دي مثنى؟ اني انا اجرب اشيل منها الالف والنون. زي طالبتان، لو انا شلت الالف والنون يبقى عندي طالبه، او كلمه طالبين. لما اجي اشيل الياء والنون يبقى عندي كلمه طالب. فلازم اجرب اشيل الالف والنون او الياء والنون عشان اقدر احدد الكلمه دي مثنى ولا لا. شلت الالف والنون، شلت الياء والنون، الكلمه رجعت للمفرد، اذا الكلمه دي مثنى. ما رجعتش للمفرد يبقى مش مثنى. تعال نجرب في كلمه ميدان. اجرب اشيل الالف والنون كده، ايه رايك؟ ينفع اقول ميد؟ لا. ينفع اقول ميز، نير، نره، عثم، رمض، مش عارف ايه؟ لا. يبقى اذا الكلمات دي مش مثنى. خد بالك، شايف يلعبان ويجتهدان ويذاكران، دول لو شلت منهم الالف والنون يذاكر، يجتهد، يلعب. ايه ده؟ جميله، صح؟ ينفع اقول عليها مثنى؟ قال لي غلط، هي مش مثنى، والسبب لانها افعال. وايه المشكله؟ المشكله ان انت نسيت ان انا قايل لك ان المثنى لازم ولا بد يكون اسم. لازم ولا بد يكون اسم، يعني ما ينفعش يبقى فعل، لا. ولو لا قدر الله، لا قدر الله، فينا حد لغايه دلوقتي، حد بقى في ابتدائي مراحل عليا او في المرحله الاعداديه او في المرحله الثانويه وما بيعرفش يفرق بين الاسم والفعل، مش عارف اقول ايه، لكن هنجرب نحط الف ولام للكلمه. لو مشيت تبقى اسم، لو جيت احط الالف واللام وما مشيتش تبقى فعل. تمام؟ نصحصح معايا، راجعين من اجازه وناسين كل حاجه. تمام ان شاء الله.
نيجي بقى لايه؟ لجمع المذكر السالم. اللي برضو جمع المذكر السالم هو اسم، واوعى تنساها تاني بقى. ها؟ هو ايه؟ هو اسم، واوعى تنساها تاني، لازم يكون اسم. واحنا لسه قايلين هنفرق بين الاسم والفعل ازاي. اسم يدل على اكثر، اهو ده الفرق بينه وبين المثنى، من اثنين او اثنتين بزياده واو ونون او ياء ونون على المفرد المذكر العاقل. 3 شروط. قال لي الجمع المذكر السالم بينتهي بواو ونون او ياء ونون، بس بشرط ان لازم الكلمه دي تدل على جمع. وانا بقراها، احنا قلنا النحو فهم، ها، يبقى وانا بقرا الكلمه لازم تدل على جمع، انا فاهم منها الجمع خلاص، وبتبقى بتنتهي بواو ونون او ياء ونون، بشرط ان لو جيت احذف الواو والنون دي او الياء والنون دي يتبقى عندي مفرد مذكر عاقل. لازم ال3 شروط، لو شرط واحد منهم مش موجود يبقى ما عندكش جمع مذكر سالم. تعال لكلمه معلم. لما جيت اجمعها قلت معلمون او معلمين، قلت كلمه مهندس جيت اجمعها قلت مهندسون او مهندسين، مجتهد قلت مجتهدون او مجتهدين. تعال نجيبها بالعكس. كلمه مجتهدين دي انا جات لقيت كده في الامتحان قدامي بيقول لي اعرب مجتهدين او اعرب مجتهدون. حلو، انا ما اعرفش دي جمع مذكر سالم ولا لا بقى، ما انا عايز اعرف الشروط صح. اقول لك انا تعرف الشروط ازاي. تعال نجرب نشيل الواو والنون كده. اول حاجه طبعا كلمه مجتهدون انت راجل قراتها وفهمتها، هي جمع، هي جمع صح. انت فاهم ان مجتهدون يعني عدد كبير بيجتهد، معلمون عدد كبير من المعلمين، يعني كذا معلم صح. طيب اجي عند كلمه مجتهدون اشيل الواو والنون، ابص بقى لل3 شروط دول. هل الكلمه رجعت للمفرد المذكر العاقل؟ تعالى كلمه مجتهد، هل مجتهد مفرد؟ مجتهد واحد بس يبقى مفرد، يبقى دي اول شرط معايا. مجتهد دي مذكر ولا مؤنث؟ راجل ولا ست؟ مذكر، يبقى ده الشرط الثاني معايا. عاقل، عاقل يعني ايه؟ قال لي عاقل معناها انسان. عاقل يعني انسان، انسان بس معوق شويه، انا هو انسان معوق شويه، احنا هنخليه انسان عادل شويه. لا خلاص بقى، خلاص لا لا مهم. قال لي عاقل يعني انسان، لازم يدل على انسان، لازم يدل على يعني مستر جمع المذكر السالم ما ينفعش يبقى مثلا مجموعه مباني، مجموعه كتب، مجموعه مدارس، لا 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 لا, لا. اركن الكلام ده كله، احنا كرجاله عنصريين جدا، فجمع المذكر السالم لازم يبقى مفرد مذكر عاقل، احنا كده تمام. فبالتالي لازم يدل على عاقل. يبقى لو انا لقيت ال3 شروط يبقى معايا جمع مذكر سالم. قال لي برضو تعالى كلمات بتنتهي بواو ونون او ياء ونون لكنها ليست جمع مذكر سالم، زي كلمه فنون، ظنون، عيون، ميادين، مساكين، موازين، كتير. قال لي بقى كل ده فنون وظنون دي مش جمع مذكر سالم. طب ليه؟ ده كلمه فن، يا سلام على كلمه فن. شوف الفن، قال لي فن دي لما باجي اجيب منها المفرد اهو في نون فن. طب ما انا شلت الواو والنون اهو يا مستر، مسحت كلها ماشي، ما انا شلت الواو والنون اهو يا مستر ولقيتها رجعت للمفرد اهي فن. تعالى جرب كده ال3 شروط موجودين ولا لا. تعالى فن مفرد طلعت مفرد. مذكر اقدر احط له اسم اشاره هذا. بالمناسبه عايز تعرف الكلمه دي مذكر ولا مؤنث تحط اسم الاشاره هذا، تجرب ولو هذا مشيت تبقى مذكر، هذه مشيت تبقى مؤنث خلاص. ففن مذكر مذكر. نيجي للشرط الثالث، هل الفن عاقل؟ هل الفن بيدل على انسان؟ يعني انا بقول لك ايه كلمه الفن، هل الفن ده انت فهمت منه بني ادم؟ لا، الفن دي فهمت منها مهنه، وظيفه، مش عارف ايه. طالما مش انسان يبقى مش معايا، وعلشان كده كلمه فنون مش جمع مذكر سالم. وهكذا كلمه ظنون اصلا مش محتاج تفكر فيها، هي الظنون دي انسان؟ كلمه ظن دي انسان؟ لا. عيون، عيون. هتقول لي ايوه ما العين ده عضو في الانسان، هقول لك ما تهزرش، انت اكيد بتهزر، انت اكيد بتهزر صح؟ انا عارف انك بتهزر. لا، عيون مش انسان، ماليش دعوه هو عضو في الانسان ولا لا، يعني دي ما تفرقش معايا خلاص. ميادين بقى مش محتاج افكر، ومساكين وموازين. كلمه مساكين هي عاقل، مساكين بتدل على عاقل صح، بس لو جيت اشيل منها اصلا الياء والنون مش هترجع للمفرد اساسا، بقت كلمه مساك فمش هينفع. يذاكرون، يعملون، يذهبون. ما تفكرش فيها، انت لو عايز تجرب وتمشي بالطريقه اللي قلت لك عليها تمام مفيش مشكله، بس هي الفكره كلها ان الكلمات دي مش جمع مذكر سالم علشان افعال. وانا قلت لك قبل كده اوعى تنسى ان المثنى اسم، وجمع المذكر السالم هو كمان اسم، لازم يبقى اسم.
واحنا فاكرين، فاكرين ازاي نفرق بالاسم والفعل. طيب نيجي للي بعد كده. تمام، بسم الله. نيجي بقى لجمع المؤنث السالم. اللي برضو جمع المؤنث السالم معاك هو اسم، برضو لازم يبقى اسم بيدل على اكثر من اثنتين. اكثر من اثنتين بزياده الف وتاء على المفرد. بس الموضوع بسيط. هنا بقى جمع المؤنث السالم ما عندوش شروط، ما حطش الشروط زينا، لا احنا اللي بنحط الشروط واحنا اللي بنحدد احنا هنعمل ايه. حلو؟ طيب قال لي زي ايه؟ زي كلمه طالبه، اجي احط لها الف وتاء تبقى طالبات، معلمه معلمات، طائره طائرات، مجتهده مجتهدات. صح؟ طيب كلمات تنتهي بألف وتاء لكنها ليست جمع مؤنث سالم، زي اوقات. يا مستر ما هي جمع واخره الف وتاء. انا لما جيت اشرح قاعده جمع المؤنث السالم ما قلتلكش اي جمع اخره الف وتاء، انا حددت قلت لك بزياده الف وتاء على المفرد، يعني لما الاقي الالف والتاء في الاخر اجي اشيلهم الكلمه ترجع لمفردها. فهمت قصدي؟ بس ده اللي انا قصدي عليه، مش اي جمع اخره الف وتاء. زي كلمه اوقات وابيات واصوات، انت لو جيت شلت الالف والتاء مش ترجع للمفرد. في حاجه اسمها اوق، مش هينفع. ابيات، ابيات مفردها ابي، هل ينفع ان انت ابيات مفردها بابا؟ مش هينفع طبعا. اصوات، اموات، وهكذا. خلاص؟ نيجي لجمع التكسير. جمع التكسير قال لي هو اسم برضو بيدل على اكثر من اثنين او اثنتين بتغيير صوره المفرد. من الاخر جمع التكسير ده هو الجمع اللي لم يصلح يبقى جمع مذكر او جمع مؤنث، هو لم يصلح. هي كلمه جمع بس ما كانتش تنفع مع جمع المذكر السالم، زي كلمه فنون وظنون وعيون. ما هو فنون وظنون وعيون دي جمع بس ما نفعتش مع جمع المذكر السالم. زي كلمه مساكين موازين ما نفعتش مع جمع المذكر السالم. زي كلمه اوقات وابيات واصوات واموات وي وميادين ما نفعتش مع جمع المؤنث السالم ولا نفعت مع جمع المذكر السالم، هنحطها في جمع التكسير. فجمع التكسير بيلم كل الجموع اللي ملهاش اهل او ملهاش بيت او ملهاش مكان. زي كلمه موازين، دي اخرها ياء ونون، تيجي نجرب هي تنفع جمع مذكر سالم ولا لا؟ شيل الياء والنون، مواز ينفع؟ ما نفعتش، عشان كده في جمع التكسير. ميادين مساكين مش هتنفع برضه. مصابيح اصلا دي مش محتاجه، دي ولا اخرها واو ونون ولا اخرها ياء ونون ولا اخرها الف وتاء، فدي ما تخليهاش تاخد منك وقت في التفكير. احنا امتى بنستخدم التفكير ونطبق القاعده؟ لما الكلمه تبقى جمع اخرها واو ونون او ياء ونون، او كلمه جمع اخرها الف وتاء، ساعتها افكر. انما كلمه جمع زي مصابيح واساتذه وعباقره يعني دي مش محتاج ان انا افكر. مستحيل تبقى جمع مذكر سالم مش منتهيه بواو ونون، مستحيل تبقى جمع مؤنث سالم مش منتهيه بالف وتاء، صح؟ وفنون وظنون وعيون لسه قايلينها. حلو الكلام؟ ان شاء الله حلو الكلام. طيب نيجي للصفحه اللي بعد كده. صفحه احنا خلاص عرفنا المفرد وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، وكل الكلام اللي احنا لسه قايلينه ده ان شاء الله يكون اتفهم ان شاء الله. نيجي بقى لعلامات الاعراب. علامات الاعراب، شوف بقى الكلام مفرد ومثنى وجمع مذكر وجمع مؤنث سالم وجمع تكسير، الكلام ده كله احنا فهمناه خلاص. دلوقتي الكلمه بقى اللي قدامي دي جمع التكسير او جمع المذكر او جمع المؤنث او اعربها ازاي؟ يعني هي جت قدامي اهي، تمام؟ قال لي المعلمون مثلا، المعلمون مجتهدون، اعربها ازاي؟ تمام؟ ده بقى اللي هيعرفني علامات الاعراب. انا بحدد علامه الاعراب طبقا لنوع الكلمه اللي قدامي. الكلمه اللي قدامي لو نوعها جمع مذكر سالم ليها علامه، جمع مؤنث سالم ليها علامه، جمع تكسير ليها علامه، جمع مثنى ليها علامه، كل الكلام ده تمام. فاحنا ماسكين المفرد وجمع التكسير مع بعض لان علاماتهم زي بعض بالظبط، تمام. قال لي انت عندك حاله في الاعراب اسمها الرفع، حاله في الاعراب اسمها الرفع، حاله اسمها النصب، وحاله اسمها الجر. خلاص؟ طب ايه هي الحاجات المرفوعه؟ قال لي انت عندك حاجات ثابته، افتكر معايا ونشط الذاكره. قال لي انت عندك المبتدا، كنت دايما تقول مبتدا مرفوع علامه رفع، خبر والفاعل واسم كان وخبر ان، دي الحاجات المرفوعه عندك في المنهج، دي المرفوعات عندك في المنهج. طبعا الناس اللي في ثانويه عام، في ثانوي عام او ثانويه عامه يعني طبعا خدت حاجات اكتر من كده في المرفوعات، بس احنا بنكتفي بالمنهج اللي هو لغايه ايه الناس اللي داخله ثانيه ثانوي مثلا او اللي داخلين كمان ثالثه ثانوي، تمام؟ لان الحاجات دي اللي هي مثلا يعني عندنا حاجات تانية مرفوعه او كده، فطبعا زي اسم زي خبر لا نافيه للجنس او الكلام ده كله، الحاجات دي في المستقبل ان شاء الله. ماشي؟ طيب
نيجي بقى للنصب. قال لي عندي علامه النصب الفتحه. طب مين هي الحاجات المنصوبه؟ المفعول به دائما منصوب. اي مفعول، يعني كلمه النصب دي، حاله النصب دي خليك كده عارفها ان دي للمفعولات. اي حاجه مفعول، مفعول به، مفعول لاجله، مفعول مطلق، خلاص اي مفعول في اللغه يقابلك اديها له منصوب على طول، ماشي. ومعاك كمان خبر ان، اسم ان، والحال المفرده، خلاص. طيب نيجي بقى لاخر حاله عندنا وهي الجر. حاله الجر، امتى اقول الاسم اللي قدامي ده مجرور؟ لما يبقى في حرف جر من، الى، عن، على، في الباء، الكاف، اللام، ماشي. الكسره، مين اللي يبقى مجرور بالكسره؟ قال المجرورات عندك في اللغه العربيه، عندك المجرورات اللي هو الاسم المجرور والمضاف اليه. دول المجرورين عندي في اللغه العربيه. ريفريش بسيط كده، عندي 3 حالات اعراب في اللغه العربيه، 3 حالات اعراب في اللغه العربيه: الرفع، النصب، الجر. مين هي الحاجات اللي مرفوعه دايما؟ مبتدا، خبر، فاعل، اسم كان، خبر ان. لازم انت تبقى عارفها، ماشي. احنا بنقول ان النحو فهم، بس دي من الحاجات اللي لازم تكون حافظها، اللي هي ده المرفوعات. والنصب تعرف مين المنصوبات، اللي هي المفعولات زي المفعول به والمفعول لاجله والمفعول المطلق، ومعاهم خبر كان، اسم ان، الحاله المفرده، ماشي. حاله الجر بالكسره، زي مين المجرورات عندي في اللغه العربيه؟ الاسم المجرور اللي هو المسبوق بحرف جر، والمضاف اليه اللي لسه هنتطرق اليه فيما بعد، ماشي. طيب يبقى احنا عرفنا ان المفرد وجمع التكسير علامات اعرابهم زي بعض: ضمه، فتحه، كسر، ضمه، فتحه، كسر. يبقى المفرد وجمع التكسير علامات اعرابهم رفع، نصب، جر. دي الحالات: رفع، نصب، جر. ايه العلامات؟ ضمه، فتحه، كسره، رفع، نصب، جر. وصلت؟ احنا بنحاول نفهم الناس عشان الناس ممكن تكون بتنسى، او ان شاء الله الناس تكون حافظه باذنك يا رب. نيجي بقى ايه، سيب المثنى دلوقتي، هات لي جمع المذكر السالم. انا بس ايه عايز اضيق شويه، ايوه بس كده كويس قوي. نيجي بقى لجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. وبما ان الرجاله احنا كرجاله عنصريين شويه يعني، تلاقيني ايه حاطط لك جمع المذكر السالم فوق كده والجمع المؤنث السالم تحتيه كده، تحت منه، ماشي. بص يا معلم، جمع المذكر السالم فكرني بيه كده زي كلمه مين؟ معلمون، صح؟ زي كلمه مين؟ مجتهدون، صح؟ طيب جمع المذكر السالم قال لي بيرفع علامه الرفع الواو. هو مين يا مستر اللي مرفوع؟ يعني هو مين اللي مرفوع؟ ما انت لسه قايل لك المبتدا والخبر والفاعل والمفعول، المبتدا والخبر والفاعل واسم كان وخبر ان، صح؟ فهو بيرفع بالواو، عشان كده تلاقي دايما ايه بكتبه هنا بالواو، مجتهدون، عشان هو مرفوع مثلا مبتدا او خبر. مثلا زي لما اقول، نحطها مثلا في جمله عشان تبقى واضحه قدامك. لما اقول مثلا المعلمون بارعون. المعلمون هنا عشان مبتدا، والمبتدا دايما مرفوع، فكتبتها معلمون بالواو والنون، بالواو، علشان خاطر ما ينفعش اقول المعلمين مجتهدون، غلط. انا عندي المبتدا مرفوع زي ما احنا قلنا، صح؟ طيب فبيرفع بالواو، ينصب ويجر بالياء. فعشان كده لو كلمه المعلمون دي، لو افترضنا ايه كلمه معلمون لوحدها اهي، ماشي، عايز اخليها منصوبه، يعني مثلا مفعول بها، اقول مثلا رايت، هقول ايه؟ ينفع اقول رايت المعلمون؟ لا، اقول رايت المعلمين، عشان هي مفعول به منصوب، وهنراجع المفعول به كمان شويه. تمام؟ طب في الجر ممكن اقول سلم مثلا، عايزين مثلا كلمه مبدعون. عايزه كلمه مبدعون دي عشان هي جمع مذكر سالم، هي مرفوعه هي بالواو، انا عايز اخليها مثلا منصوبه او مجروره، اقول مثلا سلمت على المبدعين لو حطيت قبلها حرف جر. وصلت؟ فاذا جمع المذكر السالم يرفع بالواو، ينصب ويجر بالياء. تحت منه جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم بياخد نفس العلامتين دول، بس بطريقه ايه كيوت شويه، عشان احنا عارفين طبعا البنات كائنات كيوت، صح؟ مش انت عارف وانا كمان عارف. فطبعا مش هياخدوا واو بقى حرف كبير، هياخدوا الواو بس واو صغيره شويه اللي هي الضمه، حتى مش عايزه تتكتب اهي، ضمه معوقه، نعدلها شويه ما يجراش حاجه. ففي الرفع بياخدوا ايه اللي هي ايه الضمه. مثلا لو عايز اقول مثلا كلمه الطالبات اهي، الطالبات دي جمع مؤنث سالم، صح؟ لو هي مرفوعه هقول الطالبات،
المعلمات، هقول المعلمات. خلاص. طب لو هي بقى منصوبه او مجروره هقول الطالبات. في النصب والجر احنا قلنا هنا في الرفع جمع المذكر السالم بياخد الواو صح؟ في تحت منه جمع المؤنث هياخد الواو الصغيره اللي هي الضم. انا بس بحاول اربطهم لك ببعض. جمع المذكر السالم في النصب والجر بياخد الياء، جمع المؤنث السالم هياخد الياء الكيوت شويه اللي هي الكسره مكانها، فهتبقى الطالبات. الطالبات. ماشي؟ طيب المعلمات تبقى المعلمات، يعني لو عايز اقول سلمت على المعلمات يعني خلاص بقى المعلمات. خلاص بينصب ويجر بالكسر. خلاص يبقى انا كده تعالى نعمل مراجعه بسرعه. يبقى انا عندي مفرد وجمع تكسير، المستر كان ايه عاملها بحركه ايده. عندي رفع نصب جر ضمه فتحه كسره، ده في المفرد وجمع التكسير اللي كانوا فوق في الاول في الصفحه اللي قبل دي. ماشي؟ طيب جمع المذكر السالم بيرفع بالواو ينصب ويجر بالياء، تحت منه جمع المؤنث السالم ياخد الواو الصغيره اللي هي الضمه فيرفع بالضمه وينصب ويجر بالكسره. اتفقنا؟ كان عندنا مين بقى؟ المثنى، ده لوحده، ده باشا، ده قاعد في الطراوه. المثنى قاعد لنا في الطراوه. قال لك المثنى زي كلمه طالبان وطالبين، معلمان ومعلمين، لاعبان ولاعبين. فالمثنى ده اللي كان بينتهي بألف ونون، ولو شلت الألف والنون أو شلت الياء والنون الكلمة هترجع للمفرد سليم، صح؟ قال لي يرفع بالألف، عشان كده تلاقيه كتب بالألف. ينصب ويجر بالياء، هتلاقينا كتب بالياء. خلاص؟ طيب يرفع بالألف لما يبقى مبتدأ أو خبر، ينصب ويجر بالياء يبقى زي لاعبين، ينصب مفعول به مثلا زي لما اقول كرمت اللاعبين، سلمت على اللاعبين، وهكذا. خلاص؟ دي علامات الاعراب بسرعه ولازم تكون عارفها، ما ينفعش طالب يجهلها. انا بعمل لك مراجعه نحويه عشان خاطر لو في حاجه انت ناسيها ان شاء الله تبقى فاكرها باذنك يا رب. ندخل بقى بعد كده على ايه، نعلى شويه بالليفل، وهو كلمه نيجي بقى ندخل على جزئيه اقسام الكلام. اقسام الكلام في اللغه العربيه هو الاسم والفعل والحرف. الاسم زي ما قلت لك اسم انسان، اسم بلد، اسم مكان، اسم منطقه، اي اسم وخلاص، هو مش فعل يعني. واحنا عرفنا ازاي نفرق بين الاسم والفعل، صح؟ عرفنا. طيب قلنا لو الكلمه مش عارفينها ومشكين فيها نحط لها الف ولام. خلاص؟ الف ولام مشيت تبقى اسم، ما مشيتش تبقى فعل. علامات الاسم بفكرك بيها، يقبل ان هو يدخل عليه الف ولام وياء النداء وحروف الجر والتاء المربوطه والتنوين. المرفوعات لسه قايلين عليها، والمنصوبات والمجرورات لسه برضه قايلين عليها، برضه ممكن تبقى تراجعها من النقطه دي. ويا ريت تفرد لنا وشك، احنا لسه بنراجع لسه في الاول، افرد وشك كده قول يا رب. طيب نيجي انواع الجمل في اللغه العربيه. انواع الجمل عندي في اللغه العربيه عندي جمله اسميه، جمله فعليه. الجمله الاسميه تبدا باسم. الجمله الاسميه بتبدا بايه؟ باسم. الجمله الاسميه ليها ركنين اساسيين، المبتدا والخبر. ولو انت فاكر او مذاكر تبقى عارف ان المبتدا مرفوع والخبر كمان مرفوع. ماشي؟ طيب قال لي المبتدا ايه هو؟ تعالى بقى دي بقى من هنا نبدا شويه ندخل في جد شويه. انا عشان اعرف الكلمه اللي قدامي مبتدا يبقى انا لازم اعرف ايه هو المبتدا اصلا، وعشان اعرف الكلمه اللي قدامي خبر لازم اعرف يعني ايه خبر اصلا، علشان ما امشيش بمبدا لما الاقي اسم في اول الجمله يبقى اي اسم في اول الجمله مبتدا، وده غلط اصلا في النحو. والكلمه اللي بعديه وانا مغمض خبر، وده غلط اكبر في النحو. خلاص؟ قال لي المبتدا هو اسم معرفه. قال لي المبتدا ايه؟ هو اسم معرفه. يعني ايه معرفه؟ قال لي معرفه عندك انواع بقى، انت المفروض راجل مذاكر. قال لي المعرفه عندك زي مثلا المعرف بال. انا لسه هروح معرف بال، زي كلمه مثلا ايه؟ الطالب. مش الطالب دي معرفه بال؟ ولو شلت منها الف واللام تبقى طالب. ده اول نوع من المعرفه، الطالب. في نوع تاني من المعرفه قال لي اسم الانسان، اي اسم انسان. يعني ايه؟ اسم انسان اللي مكتوب في البطاقه وشهاده الميلاد، محمد واحمد وعبد الرحمن. خلاص؟ يبقى ايه؟ المعرفه اسم انسان.
خلاص. في نوع تاني من المعرفه؟ قال لي اه. قال لي عندي الضمائر من المعارف. يعني ايه ضمائر؟ هو وهي، انا ونحن، انت وانت، والاسماء الموصوله، واسماء الاشاره. كل ده المعرفه. لازم المبتدا يبقى حاجه من دول، يا اما اسم معرف بال، يا اما اسم انسان، يا اما ضمير، يا اما اسم موصول، يا اما اسم الاشاره، او اسم متصل به ضمير معرف بالاضافه يعني. ودي برضو هنتطرق اليها. معرف بالاضافه، دي معنى الاسم المعرفه. ماشي. طيب الخبر، احنا عرفنا يعني ايه مبتدا، اسم معرفه في بدايه الجمله، عشان كده تسمى مبتدا، ببدا به الجمله. الخبر، قال لي الخبر ده هو كلمه بتخبرني عن المبتدا. بتقول لي المبتدا احواله ايه؟ بتخبرني عن المبتدا وشرطها تكمل معنى الجمله. لازم الخبر يكمل معنى الجمله. يعني ايه يكمل معنى الجمله؟ يعني الجمله يبقى ليها معنى، الجمله تبقى مفهومه، الجمله تبقى مفهومه. ودايما الخبر يعني بنسبه 99% يمكن يكاد يكون 100% بسال عنه بماله. اروح اسال مين؟ اسال المبتدا. لو انا بعرف اطلع المبتدا سهل جدا، ده اسم معرفه في بدايه الجمله. خلاص طلعت المبتدا، اقرا الجمله كامله وافهمها. افهمها، شغل دي ماشي، افهمها، افهم الجمله واسال عند المبتدا بماله. لو انا سالت بماله هيطلع معايا اجابه كلمه معينه، يعني بدل ما اقول مثلا محمد ماله، الكلمه اللي هتطلع معايا هتبقى هي الخبر. طب ما تيجي نطبق، تعالى جمله سهله تافهه بسيطه يعني مش محتاجه. لما اقول الطالب مجتهد، طبعا عشان الجمله دي كلمتين فطبعا الاولى مبتدا والثانيه خبر. خلاص ماشي، اتفقنا. الطالب اسم معرف بال يعني مبتدا، الطالب ماله مجتهد، مجتهد خبر. طبعا الطالب هنا مفرد يبقى مبتدا مرفوع بالضمه، الطالب ماله مجتهد، مجتهد خبر يبقى خبر مرفوع بالضمه. بس انا هديله ضمتين عشان ده كان معاه الالف واللام فاديته ضمه واحده، ده معهوش اديته ضمتين. مش تشغلش بالك بالموضوع ده، نبقى نتكلم فيه بعدين. طيب تعالى كده نعلى شويه بالليفل، معلش بقى. فاطمه التي تحفظ القرآن محبوبة من الجميع. يا رب كلنا نبقى زي فاطمه. فاطمه التي تحفظ القرآن محبوبة من الجميع. فاطمه تنفع مبتدا ولا لا؟ ايوه، اسم معرفه في بدايه الجمله يبقى مبتدا، وفاطمه مفرد مبتدا مرفوع بالضم. فاطمه انا عايز اطلع الخبر، عندي كذا كلمه بقى، عندي ايه؟ كذا كلمه. وقبل ما تجاوب افتكر ان الخبر اجابه سؤال ماله وبيكمل معنى الجمله اللي انا فهمتها، اللي انا قراتها، مش اللي انا بنقيها. فاطمه التي تحفظ القرآن محبوبة من الجميع. في حد ممكن يقول لي فاطمه مالها تحفظ؟ فاطمه مالها تحفظ؟ تصدق لايقه؟ لا لايقه دي لما تبقى لابس قميص زي اللي انا لابسه كده تمام على البنطلون اللي انت مش شايفه، ده لايق على بعض. فكلمه لايقه دي بتبقى امتى؟ بتبقى في البلوزه وفي القميص وفي كده الشميز والكلام ده. انما في اللغه العربيه بالفهم الاول. خلاص انا لما جيت قلت لك جمله فاطمه التي تحفظ القرآن محبوبه من المفروض الجميع يعني، بس هي الحميع ماشي. انا ايه الخبر اللي انا جاي اقوله لك؟ انا جاي اقول لك ان فاطمه تحفظ، ولا جاي اقول لك ان فاطمه مالها محبوبه من الجميع؟ فاطمه التي تحفظ القرآن مالها محبوبه من الجميع، فمحبوبه خبر مرفوع بالضم. طيب هل ينفع المبتدا يجي ضمير؟ اهو، هن دائما في عملهن بارعات. تعال طلع لي الخبر. المبتدا فين؟ اسم معرفه في بدايه الجمله اهو، اسم معرفه في بدايه الجمله اهو، الضمائر من المعارف. هن مالهم يا مستر؟ هو بيقول لي هن دائما في عملهن بارعات. ايوه هن مالهم بارعات، يبقى بارعات خبر. تمام. تعالى حديقتي، هل الكلمه دي معرفه بال؟ لا. اسم انسان؟ برضو لا، يعني مش زي فاطمه مثلا. اسم اشاره او اسم موصول او ضمير؟ لا. طب تنفع تبقى مبتدا؟ ايوه، عشان في نوع اسمه معرف بالاضافه. يعني ايه مضافه؟ يعني ايه معرف بالاضافه؟ يعني ضفت له حاجه، ضمير او كلمه. كلمه حديقتي دي عباره عن ايه؟ عباره عن كلمه حديقه زائد ياء المتكلم. حديقتي، كتابي، ساعتي، قلمي، ملزمتي. فدايما الاسم المعرف بالاضافه بيبقى كلمه
وضفت لها حاجه، ضفت لها ضمير، ضفت لها اسم، ضفت لها حاجه توضحها. ما لو جيت قلت حديقه وسكت هتقول لي ايوه انا فاهم يعني ايه حديقه، بس الحديقه دي ايه؟ حديقه ايه؟ ما انت قلت لي حديقه، الحديقه دي ممكن تبقى 1000 نوع، ممكن تبقى حديقه مثلا مزروعه ثمار معين، حديقه مثلا للمنتزه يعني او للجلوس زي اللي بيبقى فيها نجيله، ممكن الحديقه دي تبقى بتاعتي بتاعت حد تاني. وصلت؟ حديقتي، ركز لي بقى هنا بقى. حديقتي مبتدا، خلاص اتفقنا. حديقتي جميله الازهار. والله يا مستر انا قرات الجمله دي وجيت اقول حديقتي مالها، طلعت معايا كلمتين، يعني ما قدرتش اقول حديقتي مالها جميله واسكت، لا، ولا قدرت اقول حديقتي الازهار بس، لا، انا لما سالت حديقتي مالها طبقا للي انا فهمته جميله الازهار، طلعت على بعضها. فلما طلعت الجمله على بعضها حديقتي جميله الازهار، انا هقول لك على اتفاق. لما تلاقي الخبر يطلع معاك كلمتين، الخبر لما يطلع كلمتين خد الاولى طالما ما فيهاش ضمير، ودي على ضمانتي انا. لما تلاقي الخبر معاك طلع كلمتين خد الكلمه الاولى بس هي اللي خبر طالما ما فيهاش ضمير. تعالى كده، حديقتي مالها جميله الازهار، طلعت كلمتين، هل ينفع الخبر يبقى الكلمتين دول؟ لا، المستر فهمني قال لي الخبر لما يطلع معاك كلمتين خد الكلمه الاولى بس هي الخبر طالما ما فيهاش ضمير. يبقى الخبر هنا كلمه جميله، حديقتي جميله الازهار. الازهار تعرف ايه يا مستر؟ دي مضاف اليه. يلا انا جيت قلت حديقتي جميله، الجمله مفهومه، حديقتي جميله، بس انا عايز اخصص واحدد هي جميله في ايه بالظبط. حديقتي جميله الازهار، الازهار بتاعتها هي اللي جميله، الزهور بتاعتها هي اللي جميله. يلا، العلم نور المستقبل، نفس الكلام، العلم هنا مبتدا، العلم ماله؟ بعد ما قرات الجمله طلعت العلم نور المستقبل، الخبر طلع معاه كلمتين انا باخد الاولى والمستقبل مضاف اليه. ماشي؟ وهسيب لك طبعا الملزمه تحل انت لوحدك وتبعت لي وتقول لي الدنيا معاك فيها ايه ان شاء الله. نيجي بقى للجمله الفعليه. الجمله الفعليه بتتكون من ركنين اساسيين، الفاعل، لا معذره، الجمله الفعليه بتتكون من ركنين اساسيين اللي هم الفعل والفاعل. دول الركنين الاساسيين عندي في الجمله الفعليه، دول الاساس، دول اساس الجمله الفعليه. بالنسبه للمفعول به، المفعول به بيجي في الجمله الفعليه طبعا، لكن مش اساسي، يعني ضيف عندنا، لو جه اهلا وسهلا هنرحب بيه ونعربه، ولو ما جاش ما عنديش مشكله عادي يعني مش هخاف. الفاعل، ايه هو الفاعل؟ قال لي الفاعل هو ما اسند اليه الفعل او اتصف به. اسند اليه الفعل حاجه كده زي هو من قام بالفعل، بس عشان احنا بس بنتكلم نحويا شويه فبنحاول نختار المصطلحات الانسب. الفاعل هو ما اسند اليه الفعل، يعني هو اللي عمل الفعل. يبقى الفاعل الكلمه اللي بقراها في الجمله بفهم ان الكلمه دي هي اللي عملت الفعل. انا لو جيت قلت لك مثلا يكتب الطالب الدرس، يكتب مش فعل، يعني دي جمله فعليه صح؟ مين اللي بيكتب؟ الطالب. مين اللي اسند اليه الفعل او مين اللي قام بالفعل؟ الطالب، صح؟ يبقى الطالب هنا فاعل، واحنا فاكرين ان الفاعل من ضمن المرفوعات، المبتدا والخبر والفاعل من المرفوعات. فالطالب هنا فاعل ليه؟ لان انا فهمت، انا راجل بفهم، فهمت ان هو اللي عمل الفعل، فبالتالي الطالب فاعل مرفوع بالضم. حلو؟ طيب دايما الفعل اجابه سؤال مين؟ يعني ايه اجابه سؤال مين؟ يعني اروح عند الفعل واقول مين اللي عمل، مين اللي كتب، مين اللي قرأ، مين اللي سمع، مين اللي حفظ، وهكذا. المفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل. بالبلدي كده المفعول به هو الحاجه اللي الفاعل عملها او الحاجه اللي اتعملت. ودايما اجابه سؤال ماذا، يعني اروح عند الفعل واسال ماذا يكتب الطالب الدرس، ماذا يكتب الطالب؟ الاجابه هتطلع معايا الدرس. وغير كده من غير ما اسال بماذا، والله انا لو جيت في قراءه الجمله عشان هي جمله سهله، لو جيت قرات ايه الحاجه اللي اتعملت او ايه الحاجه اللي الفاعل عملها او ايه الحاجه اللي الفاعل كتبها هتطلع الدرس. والدرس طبعا كان من المنصوبات والمفرد بينصب بالفتحه. طيب يبقى المفعول به هو من وقع عليه فعل الفعل وجابت سؤال ماذا. طيب الفاعل له صور؟ فاعل له صور يا واد. قال لي اسم ظاهر، ايه اسم ظاهر دي؟ يعني مكتوب قدامي انا شايفه بعيد. يكتب محمد الدرس، يعني يعتبر نفس الجمله اللي انا كاتبها، فالفاعل اهو صح؟ فدي اول حاجه في شكل الفعل انه يبقى اسم ظاهر. هل ليه شكل تاني؟ قال لي ضمير متصل، ودي بتيجي كتير قوي. فبدل ما اقول لو انا اللي قرات الدرس، بدل ما اقول قرأ انا الدرس، هو مفيش حاجه اسمها قرأ انا الدرس اصلا،
بس اللي انا بقى يعني ايه، بنقول مثلا قرأ انا الدرس، في حاجه اسمها قرأ انا الدرس؟ لا، هقول قرأت، شربت، سمعت، اكلت. حتى انت بتستخدمها يوميا، بتقول ايه؟ انا اكلت، شربت، سمعت، حفظت، صليت، زكيت، صمت، حجيت، وهكذا. بيبقى ضمير متصل. ايه الضمير المتصل ده بقى اللي بيعرف فاعل؟ قال لي ضمائر كلمه توانينا. يعني توانينا دي متقسمه لشويه حاجات. التاء اسمها تاء الفاعل، والواو واو الجماعه، الالف الف الاثنين، النون نون النسوه، الياء ياء المخاطبه، الناء ناء الفاعلين. ماشي كده كده هنتطرق لهم ان شاء الله. فدي الضمائر اللي بتيجي تتصل بالفعل وبتعرب فاعل. ماشي. قرأت الدرس، الدرس مفعول به، وقرأ الفعل. مين اللي قرأ؟ قرأت، فالتاء هي اللي فاعل. هل الفعل ينفع يجي ضمير مستتر مش مكتوب اصلا؟ مش موجود عادي، زي ما اقول كده محمد يكتب درسه. مستر ازاي الفعل مش مكتوب؟ ما هو محمد يكتب درسه، ولو رحت قلت مين اللي بيكتب؟ الاجابه تطلع معايا محمد، صح؟ اقول لك غلط. هو مش محمد ده اسم معرفه؟ ايوه. وفي بدايه الجمله؟ ايوه. يبقى يعرب ايه؟ معرفه في بدايه الجمله، يبقى مبتدا. محمد هنا مبتدا، محمد هنا مبتدا. ويكتب فعل. مين اللي بيكتب؟ محمد هو اللي بيكتب. محمد هو ايه؟ اللي بيكتب. فالفعل هنا ضمير مستتر تقديره هو. فعل ضمير مستتر تقديره بيجي هو او هي او انا او نحن او انت مع الفعل الامر. ماشي؟ طيب خليها ماشي. الفعل ممكن يبقى اسم موصول، ممكن يبقى اسم اشاره برضه. جاء الذي نجح. مين اللي جاء؟ الذي نجح. مين اللي عمل الفعل؟ الذي نجح. فالذي هي اللي فعل، انما نجح دي فعل ماضي. جاء هذا الطالب. هنا بقى تتلخبط انت. مين اللي جاء؟ تقول لي ايه؟ الطالب على طول، فالطالب فعل. غلط. الجمله بتقول ايه؟ جاء هذا الطالب. انت لو عرفت الطالب فاعل مش هتعرف تعلم هذا. انت لو عرفت الطالب فاعل مش هتعرف تعلم هذا. خلاص؟ طيب هتقول لي ما ممكن دي حاجه ما خدتهاش. لا، هي زي ما بقول لك انت خدتها. اللي ما خدتهاش بقى هي الطالب، اعراب الطالب في الحاله دي. ماشي؟ هذا مين اللي جه؟ هذا الطالب. الفاعل طلع معايا كلمتين باخد الاولى، زي الخبر لما كان بيطلع معايا كلمتين باخد الاولى، والمفعول به لو طلع كلمتين باخد الاولى. يبقى يلا عندنا عرض المبتدا والخبر والفاعل والمفعول. لما بيطلع معايا كلمتين انا بحس ان هو طلع معايا كلمتين، باخد مين؟ الكلمه الاولى بس. باخد مين؟ الكلمه الاولى بس. فطبعا الذي هي الفاعل، وهذا اسم اشاره مبني في محل رفع فاعل. المفعول به برضه له صور. اسم ظاهر يعني مكتوب قدامي شايفه، كتب محمد الدرس. الدرس مفعول به منصوب بالفتحه. ضمير متصل احد ضمائر كلمه ناهيك، يعني نا المفعولين وهاء الغيبه وياء المتكلم وكاف الخطاب. الدرس مبتدا اسم معرفه في بدايه الجمله. قراته بعنايه. عارف كلمه قراته دي متقسمه لثلاث حاجات. دول ثلاث كلمات في بعض والله. عباره عن فعل قرأ زائد مش عارف. طب مساحه كل دي ماشي هنعملها تاني. قرأته دي عباره عن ثلاث كلمات. الفعل قرأ زائد تاء الفاعل زائد الهاء، ضمير الهاء. فقرأ فعل، والتاء هنا فاعل، والهاء هنا في محل نصب مفعول به. ماشي؟ لأن الهاء دي بتعود على الدرس، واحنا بنقرأ الجملة فاهمين إن الهاء عايدة على الدرس اللي هو اتقرأ، اللي هو اتعمل، اللي هو وقع عليه فعل الفاعل زي ما احنا اتفقنا. وممكن برضو المفعول به يبقى اسم موصول أو اسم إشارة، زي كرمت الذي نجح. مستر المفعول به طلع كلمتين، خد الاولى وانت مغمض يا ابني. رايت هذا الطالب. يا مستر ايه الحاجه اللي انا رايتها؟ هذا الطالب. طلع كلمتين، باخد الاولى يا حبيبي. خلاص؟ تعال نبص ونطبق على الجمل اللي قدامنا دي. يقرر الشباب مستقبله بنفسه. يقرر فعل، يعني دي جمله فعليه صح؟ حلو. مين اللي بيقرر؟ الشباب. الشباب فاعل جمع تكسير يبقى فاعل مرفوع بالضم. الشباب يقرر الشباب مستقبله بنفسه. ايه الحاجه اللي الشباب بيقررها؟ ايه الحاجه اللي بتتعمل؟ ايه الحاجه اللي الفاعل بيعملها؟ المستقبل او مستقبله، يبقى ده المفعول به. فانت تطلع لي الفاعل والمفعول به. طيب تعال هنا. قرأت قصة عن المسجد الأقصى. ربنا ينصر أهلنا في فلسطين يا رب.
قرأت، مين اللي قرأ؟ أنا، اللي هي مكانها مين؟ تاء الفاعل، فادي الفاعل أهو. فلما أجي أقول لك الفاعل تقول لي هنا تاء الفاعل. قرأت، إيه الحاجة اللي أنا قرأتها؟ قصة عن المسجد الأقصى، يبقى هنا قصة. تعال للجملة دي. نقدر هذا البلد لأنه يأوينا. نقدر، مين اللي بيقدر؟ لما نيجي نقول نقدر هذا البلد الذي يأوينا، يحوينا ويحتمينا ويحمينا، ربنا يحفظه. نقدر، مين اللي بيقدر؟ احنا. يبقى هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، يبقى تكتب لي مستتر تقديره نحن. نقدر هذا البلد، ايه الحاجه اللي بنقدرها؟ اوعى تتسرع وتقول لي البلد، اصبر. نقدر هذا البلد، المفعول به طلع معايا كلمتين، الحاجه اللي بيعملها الفاعل طلع كلمتين، يبقى باخد مين؟ الاولى. يبقى المفعول به هنا كلمه هذا. ماشي؟ عايزك تبقى صاحي معايا، وان شاء الله انت صاحي، خليهم. وهكذا نفس الكلام ده. تعالى لي هنا بقى. السلام. حضر الاحتفال كل الطلاب. مين اللي حضر؟ مين بقى اللي ذكي وبذكائه كده وبحماسه وحماس الشباب اللي عندنا ده يقول لي اصل اللي حضر هنا الاحتفال. حضر الاحتفال كل الطلاب. مين اللي حضر يا حبيبي؟ الاحتفال هو اللي حضر. هل ده منطقي؟ يا اخي بالله عليك ده منطقي. مين اللي حضر؟ الطلاب. تعال نقرا الجمله تاني بقى، عايزك تركز، الموضوع سهل. حضر الاحتفال كل الطلاب. لما اجي اسالك مين اللي حضر وتقول لي الطلاب، انت غيرت معنى الجمله. والله غيرتها. اقول لك ليه؟ لان معنى الجمله دي بيقول لي اللي حضر الاحتفال كل الطلاب، كلهم مش ناقصين حاجه. ده معنى الجمله اللي انا فهمته، وده اللي انا المفروض اعرف واطبق عليه. تمام؟ طيب، لكن الجمله بتقول ايه؟ حضر الاحتفال كل الطلاب على بعضها. فانا لما جيت سالت مين اللي حضر، الاجابه طلعت طبقا لفهمي كلمتين. اللي عمل الفعل كلمتين، الفاعل طلع معايا كلمتين، كل الطلاب. يبقى كل هنا انا لسه قايل لك من شويه ان الفاعل لما يطلع كلمتين باخد الاولى. امال الطلاب هنا تعرب ايه؟ دي هتعرب مضاف اليه، وده لسه هنتطرق اليه. مين بقى اللي حضر؟ كل الطلاب حضروا. حضروا ايه؟ ايه الحاجه اللي عملها الفاعل؟ الاحتفال، مفعول به. خلاص؟ تعال بص لي هنا، معلومه هامه. اي ضمير منفصل في بدايه الجمله يعرب مبتدا. اي ضمير منفصل في بدايه الجمله اعربه مبتدا، طالما انت لسه في لغايه مثلا ثانيه ثانوي كده ولا حاجه. وما بعده خبر، زي لما اقول لك نحن ابناء مصر. هعرف لي المعلومه دي مهمه. اي ضمير في بدايه الجمله مبتدا واللي بعده بيبقى الخبر. اي فعل امر بصيغه المفرد المذكر فاعله دائما مستتر، زي لما اقول لك اكتب واجبك. اكتب، مين اللي هيكتب؟ انت. اكتب انت واجبك. فالفعل هنا ضمير مستتر تقديره انت، وواجبك مفعول به منصوب. اتقن عملك، مين اللي هيتقن؟ انت. يبقى الفعل هنا ضمير مستتر تقديره انت. احفظ، ضمير مستتر تقديره انت. تعال نقرا او نبص على القطعه بقى. رفعت مصر شعار القراءه للجميع تنميه لعقول ابنائها، فهم امل المستقبل، ولا يبنى الوطن الا بجهودهم، وحرصا على ان يكونوا رجالا صالحين يعرفون الطريق الصحيح في الحياه. اعرف ما تعتقد. تعالى كده نبدا كده القطعه بالراحه ومفيش اي مشكله. رفعت، مش ده فعل؟ يبقى دي جمله فعليه. رفعت مصر شعار. عايز اعرف مصر. رفعت مصر شعار، دي جمله فعليه. مين اللي رفعت؟ ومين اللي عملت الفعل؟ مصر، صح؟ يبقى مصر اول كلمه عندي فاعل، ومصر دي مفرد، فاعل مرفوع بالايه؟ بالضم. رفعت مصر، ايه الحاجه اللي رفعتها مصر؟ الحاجه اللي عملتها مصر شعار، يبقى شعار مفعول به هو كله ضاع. يا دي ابيض. فاعل مرفوع، وهنا دي مفعول به منصوب طبعا بالفتحه لانه مفرد. دي مرفوع الفتحه، هي فتحه ان شاء الله. تمام؟ تنميه العقول ابنائهم، فهم
ده ضمير مالكش دعوه بالفاء دي، اسمها فاء الابتداء. يعني كانها بتقول لك بيجي معايا مبتدا، ببدا جمله جديده، يعني قصدها كده. هم امل المستقبل، وانت لسه قايل لي فوق ان اي ضمير منفصل في بدايه الجمله بعربه مبتدا، يبقى هم دي لوحدها مبتدا، ضمير مبني في محل رفع مبتدا. هم امل، طالما الضمير اعربت مبتدا اعرب اللي بعده خبر وخليه على الله ما تقلقش. يبقى امل هنا خبر مرفوع بالضمه. ماشي يا كابتن؟ ولا يبنى الوطن الا بجهودهم وحرصا على ان يكونوا رجالا صالحين، ما اعرفش ايه الكلام ده كله. خلاص عربنا قطعه بسيطه. عندك طبعا هنا قطعه ثانيه، قطعه سهله برضو، انت دي هتعربها، دي في الواجب عندك بقى هنا حرف الجر، خد بالك من الكلام ده كله، مش هتلاقي حاجه غير اللي احنا، وهتلاقي قطعه ثانيه برضه في موضوع المبتدا والخبر. ماشي يا كابتن؟ ان شاء الله ماشي. المضاف اليه، قال لي ان المضاف اليه هو اسم مجرور يوضح الاسم الذي قبله ويخصصه. الاسم اللي قبل المضاف اليه حاجه اسمها المضاف. هو انا لما اجي اقول لك مثلا هذا كتاب وسمعت صوت، تمام؟ الجمله مفهومه، الجمله مفهومه، هذا كتاب وسمعت صوت. طيب هل الكتاب هنا واضح كتاب ايه؟ مش واضح، صح؟ بص كده، هذا كتاب النحو. ايه رايك بقى؟ مش وضحت صح؟ كلمه النحو دي لما جت وضحت كلمه كتاب. طب تعالى كده، سمعت صوت انفجار. مش كلمه صوت كده اصبحت واضحه؟ في الاول كان اسمها سمعت صوت، سمعت صوت انفجار. انفجار دي جت ووضحت وخصصت. دي بقى وظيفه المضاف اليه. انفجار هنا مضاف اليه، والنحو هنا مضاف اليه. مضاف اليه يعني كلمه انا ضفتها للكلمه اللي قبلها. المضاف اليه كلمه انا ضفتها للكلمه اللي قبلها. المضاف اليه ده لما جه وضح الكلمه اللي قبله، خلاها واضحه قوي، خلاها ظاهره كده، خلاها مفهومه اكتر. يعني هي كانت مفهومه بقى عادي مفهومه، لكن جه المضاف اليه خصصها ووضحها. هذا كتاب النحو، سمعت صوت انفجار، فانفجار مضاف اليه والنحو برضه مضاف اليه. طب الكلمه اللي قبلهم تاخد لقب اسمه ايه؟ تاخد لقب اسمه مضاف. خلي بالك انا بقول تاخد لقب اسمه مضاف، مش اعرابها مضاف، مش اعرابها مضاف، تمام؟ هكذا كلمه كتاب تاخد لقب اسمه مضاف. ليه خدت لقب مضاف؟ يعني عشان جه بعديها مضاف اليه، فبنقول لها خدي لقب اسمه مضاف. انما كلمه كتاب اعرابها، تعالى، هذا اسم معرفه في بدايه الجمله، ده مبتدا، اوعى تنسى. كتاب خبر، اسم الاشاره طالما مبتدا اللي بعديه اعربه خبر. مش دايما يعني، عشان بس ما حدش يمسك لنا على الواحده، احنا بنتكلم لغايه ايه المتعارف عليه يعني. خلاص يعني ايه؟ يعني لو انت قبل ثالثه اعدادي يبقى انت الكلام اللي بقوله لك ده صح، لو عديت ثالثه اعدادي يبقى اللي بقوله لك ده يبقى غلط. ماشي؟ نيجي بقى للمضاف اليه. اسم مجرور يوضح الاسم الذي قبله ويخصصه، والمضاف اليه بيعرب حسب موقعه في الجمله، زي ما عربنا كلمه كتاب هنا خبر، ونعرب كلمه صوت هنا طبعا سمعته. مين اللي سمع؟ انا. التاء فاعل، والصوت هنا اللي هي بتاخد لقب مضاف هعربها مفعول به، عشان انا اللي سمعت. ايه الحاجه اللي انا سمعتها؟ صوت. بس يا مستر الاجابه طلعت معايا صوت انفجار على بعضها. ما انا لسه قايل لك ان المفعول به لما يطلع كلمتين بتاخد الاولى، زي الفاعل لما يطلع كلمتين بتاخد الاولى، والخبر لما يطلع كلمتين بتاخد الاولى طالما ما فيهاش ضمير. علامه جر المضاف اليه على حسب شكله، والله هو ليه علامتين عموما، يعني الكسره او الياء. ولو انت حفظت معايا العلامات من الفيديو الاولاني او في بدايه الفيديو، في بدايه المراجعه هتلاقي بقى فاكر العلامات. الكسره لو هو مفرد او جمع مؤنث سالم او جمع تكسير، الياء لو هو مثنى او جمع مذكر سالم، تمام؟ طيب تعالى كده نطبق في الحته دي، بس تعالى نشوف شويه ملاحظات. خد دي حاجات مهمه. اول حاجه عندي، اي ضمير يتصل باسم يعرب ضمير في محل جر مضاف اليه، يعني الضمير ده يبقى مضاف اليه، زي كلمه وطننا. كلمه وطننا دي عباره عن كلمه وطن زائد الضمير. كتابك، كلمه كتابك دي عباره عن كلمه كتاب زائد الضمير الكاف. قال لي طالما عندك ضمير اتصل باسم، الضمير ده مضاف اليه.
الضمير ده مضاف اليه. الاسم الواقع بعد الظرف يعرب مضاف اليه غالبا، مثل كلمه العصفور فوق الشجره، مش فوق دي ظرف يبقى الشجره مضاف اليه. الاسم الواقع بعد كل، بعض، جميع، مع، غير، سوى، دون، كلا يعرب مضاف اليه. زي لما اقول حضر كل الطلاب، فاكر المثال ده لما قلنا حضر الاحتفال كل الطلاب، وقلت لك لو قلت ان الطلاب فاعل تبقى اجابتك غلط، لان اللي بعد كل بيعرب مضاف اليه. كل هنا فاعل مرفوع بالضمه، والطلابي مضاف اليه مجرور بالكسره لانه جمع تكسير. تفوق كلا الطالبين، اهي كلا فاعل والطالبين مضاف اليه مجرور بالياء. كرمت جميع المتفوقين، جميع مفعول به، مين اللي لما اقول كرمت انا اللي كرمت مين؟ جميع المتفوقين، فالمتفوقين هنا مضاف اليه، فجميع مفعول به منصوب، ومتفوقين مضاف اليه، لان كلمه جميع دي من ضمن الكلمات اللي بعدها بيجي مضاف اليه. قد ياتي المضاف اليه مجرد من ال، عشان في ناس بتحفظ الاقي كلمه ما فيهاش مثلا الف ولام، في ناس بتبقى حافظه المضاف اليه كلمه ما فيهاش الف ولام، مثلا زي كلمه كتاب، كلمه ما فيهاش الف ولام جيب عليها كلمه فيها الف ولام يبقى الكلمه دي مضاف اليه. هو غالبا المضاف اليه بيجي كده بس مش دايما، ماشي؟ مش دايما يعني. زي لما اقول قد ياتي المضاف اليه مجرد من ال، يعني الكلمه اللي هتعرب مضاف اليه ما فيهاش الف ولام، زي جمله هي ثوره شعب، هي مبتدا وثوره خبر، شعب ثوره شعب، الثوره بتاعه الشعب. بص يا كابتن، مضاف اليه. هقول لك على حاجه برضو، المضاف اليه غالبا بيصلح ان انا احط قبل منه كلمه بتاع كذا او الخاص بكذا. يعني ينفع اقول هي ثوره شعب، الثوره بتاعه الشعب. تعالى كده، قرات كتاب شعر، الكتاب بتاع الشعر، مشيت تبقى الشعر دي مضاف اليه. خلاص. هنا بقى بقول لك عين المضاف والمضاف اليه، دي برضو من ضمن الواجب. سلامه العقل، السلامه بتاعه العقل، يبقى العقل مضاف اليه. حديقة الحيوان، كلمة الحيوان دي وضحت وخصصت كلمة الحديقة، فأقدر أقول الحديقة بتاعة الحيوان، فالحيوان مضاف إليه. لا تؤجل عمل اليوم، العمل بتاع اليوم، العمل بتاع الخاص باليوم، يبقى اليوم مضاف إليه. منظر الطيور جميل، منظر مبتدأ، الطيور المنظر بتاع الطيور، المنظر الخاص بالطيور، فالطيور مضاف إليه وجميل هنا خبر. عقلك هو مرشدك، عقلك الحق، عقلك دي عبارة عن كلمة عقل زائد الكاف، فالكاف دي هي اللي مضاف إليه. مرشدك عبارة عن كلمة مرشد زائد الكاف. خلاص. ودي هنا قطعة إن شاء الله أنت هتحلها معايا، وإن شاء الله ندخل على المفعولات إن شاء الله، أو المفعول لأجله وباقي الحاجات إن شاء الله في وقت تاني بإذن الله.